السلام عليكم اعزائي المشاهدين، اهلا بكم في فيديو جديد هنا على قناه من غير مونتاج. خلونا نتكلم شويه على مسلسل تامر وشوقية، لان تقريبا في جيل جديد دلوقتي ما عاش مع تامر وشوقية وهو كان بينزل حلقه بحلقه. ولكن قبل ما نبدا الفيديو تاكدوا ان انتم مشتركين في القناه وشغالين كل التنبيهات عشان اول لما ينزل فيديو جديد يوصلكم على طول، وبرضه اعملوا لايك على الفيديو لان ده فعلا بيساعد. ده برضه ما يمنعش ان في حاجات انا بحب اسميها الجيلتي بليجر، تمام؟ اللي هي الحاجه اللي ماشي هي مش اجمد حاجه في الكون بس انا بعشق الشيء ده. تامر وشوقية في البدايه كده، خلينا ندي الاوريجن ستوري للفتره الزمنيه دي. كانت الاعمال في مصر ماشيه ازاي؟ كان في ترند طالع ساعتها ان العمل بتاعك يكون ليه دعوه بكابلز. الاسم بتاع العمل ده هيكون ايه؟ هيكون اسم الراجل واسم الست. مثال عمر وسلمى، مثال تاني تيمور وشفيقة، مثال تالت تامر وشوقية. يعني الموضوع ده ما جاش بالصدفه، لا هو ده كان ترند في التسميه بتاعه الاعمال وبس. الترند دي فضلت مكمله الفتره، وهتلاقوا عليها امثله تانية. بس تامر وشوقية يا معلم بطوله احمد الفيشاوي وبطوله مي كساب كانوا اوريدي عندهم اسم في الوقت ده، كان ليهم جمهور، كان عملوا كذا حاجه وقالوا طب يلا نجرب التجربه بتاعه السيت كوم. وتامر وشوقية كان من اوائل الناس اللي عملوا التجربه بتاعه السيت كوم دي، وانا شايف من انجح المسلسلات اللي اتعملت بشكل السيت كوم في مصر. يعني تقريبا لو هتتكلم من ناحيه سيت كومز، انت عندك اللي بدا خالص ممكن شباب اونلاين، وعندك الكلاسيك برضو راجل وست ستات، وتامر وشوقية. هم دول اللي عملوا سيت كوم في مصر بشكل صح. بس تامر شوقية ما كانش عامل سيت كوم بلاف تراك وبتاع والكلام ده، لا كان سيت كوم عادي وكل حاجه. وانا لما اتكلم على تامر شوقية، انا تامر شوقية اللي بعترف بيه اول 3 مواسم بس. اول 3 مواسم بالنسبه لي هم دول تامر وشوقية. وبس عشان بس تاخد يعني فكره على التاثير اللي تامر وشوقية كان عملوا. كل النجوم اللي دلوقتي موجودين في السينما وفي منهم بقوا يطلعوا كضيوف شرف، بدأوا مشوارهم في تامر وشوقية. اشهرهم طبعا احمد مكي بقى ليست سيلبرتي من تامر وشوقية. انت متخيل ان السبين اوف او الشيء اللي طلع من تامر وشوقية واحمد مكي كمل بيه لوحده بقى ناجح اكتر من تامر وشوقية ذات نفسه. تامر وشوقية هو المسلسل اللي طلع الشخصيه بتاعت اتش دبور. يا لهوي لما تقعد تفكر على التاثير بتاع مسلسل تامر وشوقية. القصه بتاعت المسلسل كانت في حد ذاتها نقاش مستمر في المجتمع المصري، بس زي ما نقول كان تابو، فاهمين ازاي؟ اللي هو ما كانش فيه ناس كتيره بتحب تتكلم عليه. وبرضه في الوقت ده كانت فكره المهرجانات بدات تطلع، تمام؟ الدخلويه بقى وبتاع والحاجات دي اول لما طلعت خالص. وفي جزء كبير في مصر اتعرض للعالم ده، وبرضه في جزء كبير من مصر خلينا نقول مصر الشعبيه، تمام؟ كانت دايما بتبص للطبقه البرجوازيه في مصر بنظره غريبه. فالشيء اللي المسلسل ده حاول يعرضه هو هنجيب واحد من الطبقة العليا في مصر جدا هيتجوز واحدة جدا جدا شعبية، فاهمين ازاي؟ نحطهم جوه بيت واحد. واللي عجبني في المسلسل ده ان هو احترم الموضوع ده، ما كانش بيقلل من ناس او كان بيطلع نكت على حساب ناس بس عشان حالتهم الاجتماعية. لا بالعكس، كان لما يجي ينكت على الموضوع ده كان بينكت بذكاء، وكان بيعامل الموضوع معاملة صح. ان الطرفين فيهم حاجات غريبه. رجاء الجداوي بالشخصيه اللي هي بتعملها دي، لا هي الجانب الوحش في الناس اللي بين قوسين اغنياء، تمام؟ عندك اخو مي كساب في المسلسل سيد، برضو ده الجانب الوحش من الناحيه الشعبيه، اللي هو يكون بلطجي وبتاع والكلام ده. بس كل الاحوال بيحترموا الطرفين، وبيعرض لك العالم الغريب ده في الديناميك الغريب، ان اتنين من عوالم مختلفه نوعا ما ولكن لقوا الحب وبداوا حياه مع بعض. وبنمشي بقى في المغامرات بتاعت كل يوم. في يوم نلاقي مغامره ما بين تامر وشوقية ذات نفسهم بيعملوا حاجه ككابلز، نلاقي مغامره مع اخت تامر في المسلسل واتش دبور، نلاقي مغامره تانية مع اخو مي كساب. فانا مش مصدق قد ايه المسلسل ده كان حلو، بس هو ما كانش المفضل ليا صراحه، تمام؟ يعني انا كنت من الناس اللي بتميل اكتر لراجل وست ستات، ده علشان انا بحب اشرف عبد الباقي زياده صراحه. وبرضه راجل وست ستات انا بعترف باول 5 مواسم بس، بعد الموسم الخامس انا ما بعترفش براجل وست ستات، ان بقى كوميرشال زياده على اللزوم. ولما اقول تامر وشوقية انا بعترف بس باول 3 مواسم، قصدي ال3 مواسم اللي كانوا مع
اون تي في، تمام؟ لان هو اول لما سابوا اون تي في المسلسل بقى جدا جدا وحش، لان هم خلاص بقوا يعاملوه على انه فول كوميرشال. واضح ان المخرجين والكتاب اللي كانوا ماسكين المسلسل ما قدروش يعيدوا نفس السحر اللي كان موجود في اول كام موسم. وبرضه طبعا اكيد المشيان بتاع احمد مكي من المسلسل ده اثر فيه كتير. بس انت ما تقدرش تتكلم حتى على اول 3 مواسم قد ايه كانوا جامدين. ثانيه، انا افتكرت حاجه مهمه دلوقتي. في مسلسل كان لازم اديله شاوت اوت، مسلسل العياده من اجمد السيت كومز اللي جت في الوقت ده. بس برضه مش احسن من تامر شويه، لان تامر شويه كلاسيك من الناحيه دي. تامر شويه يعني لو الواحد كان عيان، لو الواحد كان ما اعرفش لسه مطرود من شغله، لو واحد كان بيعمل شغل في البيت، اي حاجه، هو المسلسل المثالي ان انت تشغله وتقعد تتفرج عليه، لان هو نافع مع اي وقت، مع اي مود، مع اي حاجه. هو فعلا التعريف الحقيقي للسيت كوم، ما بيطلبش منك كتير، الاحداث بتاعته بسيطه، واهم حاجه ان كل حلقه بتنتهي بان العالم ده ما اتغيرش، لا بيحافظوا على الستاتس كوو. بمعنى ان الحلقه بدات في مشكله حصلت في الحلقه، عشان لازم يكون عندنا حلقه، لازم يكون عندنا قصه، والحلقه بتقوم قافله، القصه دي بتقوم خلصانه، وكل حاجه بترجع زي ما هي في العالم ده. فتقدر تتفرج عليه اكتر من مره، تقدر تتفرج على حلقات عشوائيه هنا وهناك هنا وهناك. وانا شايف ان هو لقى حياه تانية مره تانية على اليوتيوب، لانه دلوقتي موجود على اليوتيوب. ولو انتوا عايزين دليل تاني على قد ايه تامر شوقية كان جدا ناجح في الوقت ده، كل النجوم الاي ليسترز، تمام، كريم عبد العزيز، احمد السقا، كلهم تقريبا كانوا عاملين ظهورات في المسلسل ده. طلعوا عملوا ظهور شرف كده، هو اللي هو ايوه احنا بندعم الشيء الشبابي الجديد اللي في ناس كتيره مش فاهماه يعني ايه سيتكم والكلام ده، ولكن احنا عايزين نكون جزء منه، عشان احنا عارفين ان ده شيء جديد، وان ده شيء هيلاقي جمهوره. اذا ما كانش لاقي جمهوره دلوقتي هيلاقي جمهوره بعدين.